الدورة التاسعة تحت رعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والعديد من مؤسسات الدولة المصرية بدعم طبعا من وزارة السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة والعديد من المؤسسات العربية والدولية. يمكن الجديد اللي احنا بنقدمه في دورة أستاذ جلال كم الشخصيات الدولية اللي موجودة والعربية. احنا عندنا لأول مرة قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، ده موجود في من ضمن المكرمين، وده من أكبر المهرجانات على مستوى العالم بعد أفينيو أدنبرا. عندنا كمان طبعا قامات فنية كبيرة بتكرم يمكن لأول مرة الأستاذ دكتور سيد خاطر من مصر، الفنان القدير علاء مرسي، محمد جبر الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة للعام. كمان عندنا الأستاذ أحمد أبو رحيمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الشخصية العربية المكرمة. عندنا كمان من المملكة العربية السعودية الأستاذ إبراهيم الحساوي، ويمكن الأستاذ إبراهيم كان فيلم مرشح لكان اللي عمله مع أبو بكر شوقي. عندنا كمان الفنانة المتميزة حلا عمران اللي قدمت يمكن أعمال متميزة كتير مع الأستاذ سليمان البسام، وشفناها يمكن في شخصية ميديا في أي ميديا حصدت العديد من الجوائز. عندنا كمان أنا خايف أنسى أسماء، عندنا كمان ميخائيل جريفوي، ده بروفيسور من روسيا وهو أحد الممثلين من هوليوود، وهو كمان اشتغل مع ستيفن سبيلبرج واشتغل مع توم هانكس في أفلام كتيرة. هو بيقدم ورشة وكمان بيكرم. عندنا من سلطنة عمان بنكرم الأستاذ دكتور سعيد السيابي. يعني مجموعة كبيرة جدا، بإجمالي أعتقد 11 مكرم زائد حامل اسم الدورة الأستاذ جلال، يعني 12 مكرم في الدورة التاسعة. يعني أستاذ سميحة أيوب ربنا يخليها لينا، هي الرئيس الشرفي للمهرجان، هي الداعم الأول والأخير لينا منذ انطلاق الدورة الأولى. حقيقي وجودها بيدي إضافة كبيرة جدا لكل الجيل ولكل الشباب. سميحة أيوب بنشوف فيها تاريخ مصر، يعني بنشوف فيها كل تاريخ مصر الفني والحضاري والثقافي. ربنا يخليها لينا ويديها الصحة. أنا بشكرها إنها طول الوقت موجودة معانا في كل وأدق التفاصيل. احنا عندنا العرض الشرفي هو عرض فاطمة الهواري للأستاذ غنام غنام، وكمان عندنا فائزة من فلسطين في مسابقة التأليف. احنا يمكن مرتبطين بالأجندة الدولية للمسرح أكتر من الأجندة الدولية للمهرجانات الأخرى. طبعا كله في الاخر بيصب في مصلحه النشاط الثقافي للدوله المصريه، فاحنا يمكن ان يبقى في نشاط موجود في القاهره ونشاط موجود في جنوب سيناء او في شرم الشيخ، ده اعتقد بيؤكد على القوه يعني الثقافيه لجمهوريه مصر العربيه. واحنا ارتباطنا الاكبر بالتنسيق والترتيب مع الITI يونسكو مع اجنده المهرجانات المسرحيه. أنا الحقيقي مبسوط وفخور وسعيد إنه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كل سنة بيقدم شباب مصريين وعرب بيمثلوا إضافة للحركة المسرحية والفنية في مصر والوطن العربي. فرسالتي ليهم ان هم ما يبطلوش محاولات، لانه احيانا من كتر المحاولات بتتعب، ممكن يعني تخبط على 100 باب، بس ممكن يكون الحل او النجاح في الباب ال101. عشان كده انا بقول للشباب ما يبطلوش محاولات، لانه المحاولة وتكرارها بيؤدي اكيد للنجاح. بص، هو اي حد بيعمل فعل ثقافي بيبقى حاطط في اعتباره مسألة دعم الشباب، يعني مسألة انه يبقى في اكبر مساحة ممكنة للشباب انهم يكونوا فايزين او يكونوا متوجين. فاحنا بصراحة قدام كل الطاقات اللي موجودة صعب جدا انك، خاصة لو المستويات متقاربة، صعب جدا انك تكون محبط. فعشان كده احنا طول الوقت بنحاول قدر الامكان في حدود امكانياتنا ان احنا ندعم اكبر قدر ممكن من الشباب. ميرسي.